الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من جاء رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على هديه الى يوم الدين. احنا نحطوهم، احنا نستنوا قهوه، احنا شغالين معلمين. هات انا قهوه دي نحطها، ما نروح هاتهم قهوه دي. هات بس هات. ايها الاخوه الاحباب، ايتها الاخوات الكريمات، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم وعلى الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أيها الأخوة والأخوات، نحتفل اليوم بأول مؤتمر لنا في مدينة الغنايم، بأول مؤتمر لحزب الحرية والعدالة. هذا الحزب المبارك ولد من رحم الثورة، ثورة 25 يناير المباركة. هذه الثورة جاءت بعد 50 سنة من القهر والظلم والعدوان والاستبداد والمحاكم العسكرية للشرفاء من هذا البلد. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهض الشعب المصري وأن يقوم من نومه وأن يقوم من غفوته ويقول للظالم لا، ويقول للظالم ارحل ارحل. الشعب المصري العظيم قام بثورته، جميع أطياف الشعب المصري، كل الشعب المصري قام بهذه الثورة. لا فضل لفصيل على آخر ولا فضل لفئة على أخرى، إنما الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى الذي أذن لهذا الشعب أن ينهض. هذه الثورة المباركة إنما هي نتاج 3 عقود من الظلم والاستبداد لهذا النظام البائد، لهذا النظام الفاسد. ما كنا نستطيع قبل هذه الثورة أن نجلس هكذا. كانت المضايقات الأمنية على أشدها، كنا لا نستطيع أن نجلس في هذا المجلس. كان فئة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعام الهجرة وعام فتح مكة ومن الأعوام في العصر الحديث التي لا تنسى، في العصر الحديث التي لا تنسى ثورة 19 وقيام وتأسيس جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 الذي أسسها الشهيد حسن البنا، وفي سنة 52 ثورة يوليو. وإذا ذكرنا سنة 52 لابد أن نتذكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وفي سنة 73 قام الجيش المصري العظيم بعبور خط بارليف وتحطيم العنجهية الإسرائيلية وتكسير العنجهية التي قالت إن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. وفي سنة 2011 قامت هذه الثورة المباركة. ومن ثمرات هذه الثورة ما نحن فيه الآن من أمن وأمان وحرية. ومن ثمرات هذه الثورة هو الموافقة على إنشاء عدة أحزاب، ومن بين هذه الأحزاب حزب الحرية والعدالة. حزب الحرية والعدالة هذا حزب مبارك، هذا حزب الشعب المصري كله، حزب المسلمين والمسيحيين، حزب الكبار والصغار، الرجال والنساء. وأنا أدعوكم من هذا المكان إلى الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة.
أيها الإخوة، أرحب بضيوفي الكرام، أرحب بالسيد الأستاذ الدكتور علي عز الدين ثابت أمين عام حزب الحرية والعدالة بأسيوط، كما أرحب بالدكتور عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب سابقا وعضو الأمانة العامة، كما أرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العزيز مرشح مجلس الشعب سابقا وعضو الأمانة العامة، كما أرحب بالضيوف الكرام وأرحب بجميع عائلات الغنايم الذين حضروا ولبوا الدعوة، ولهم مني جزيل الشكر، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دين في رقابنا ربما يكون في رقابنا جميعا، في رقاب جميع الحضور، ربما إلا القليل. كثيرا ما نتكلم عن شهداء الثورة ونصاب الثورة ويكرمون هنا وهناك، وما كنا يعني أنا عن نفسي والله ما كنت أعلم أصلا إن في مصابين من الثورة في الغنائم. جاءني الآن أن عندنا بحمد الله تعالى وفضله بطلان أصيب في الثورة الماضية المباركة، محمد أحمد فرغلي عوض، وأخونا محمد أصيب في يوم الغضب في جمعة 28 وهو من أولاد محمد أحمد فرغلي عوض، وأخونا عزت خلف حسين من أولاد علام أصيب وهو في السويس، كان مشارك أيضا في الثورة هناك وأصيب هناك. أقول اعذرونا لأننا لم نكن نعلم أصلا أن هناك مصابين الثورة، وإلا كانوا هم أول المكرمين في هذا المؤتمر، وبإذن الله تعالى سيكون يعني لقاءات أخرى ومؤتمرات أخرى، وسنحاول أن نتواصل معهم دائما بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. الآن مع كلمة أمين الحزب بالمحافظة الدكتور علي عز الدين ثابت، وقبل أن يتحدث أستاذنا الدكتور يعني أحاول أن أعرف به سريعا. أستاذنا الدكتور أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط قسم العيون، وهو أمين حزب الحرية والعدالة كما قلت في أسيوط. سبق اعتقاله أكثر من مرة، آخر مرة كانت يوم 27 يناير الخميس الذي قبل جمعة الغضب مباشرة. هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 40 عام، وهو كان نائبا لرئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان. خرج من معتقله الأخير في يوم 30/1/2011 يوم الأحد، ومنذ هذا التاريخ وهو قائد بفضل الله تعالى للثورة في أسيوط. كذلك كان أستاذنا الدكتور من الذين قدموا للمحكمة العسكرية في عام 1995، وحظي بشرف 3 سنوات فقط، وهذا شرف له ووسام على رأسه. وأحب أن أنبه على شيء هام، إن هذه المعلومات ما تكلم أستاذنا الدكتور بكلمة واحدة منها، وإنما أخذناها منه أو عن طريق واحد من إخواننا خلفة، ولم يكن الدكتور يعلم بهذا ولعله يحفظ. أقدم لكم أستاذنا الدكتور علي عز الدين ثابت أمين الحزب بمحافظة أسيوط، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أهالي مدينة ومركز الغنايم،
أحب في بداية كلمتي أن أرحب بكم وأن أستعيد مع حضراتكم ذكريات أتيت بها من هذا المكان، من هذا البلد، عام 1987. أتيت مرافقا للأستاذ إبراهيم شكري رئيس حزب العمل حين كانت انتخابات 87، وكان التحالف الإسلامي بين هذا الحزب والإخوان وحزب الأحرار، والتقى في هذا البلد الأستاذ إبراهيم شكري ولاقى كل الترحيب، وكان من حضراتكم التأييد لهذا التحالف ولهذا التحالف في هذه الانتخابات. وها هي تعود الأيام بكرتها، ونأتي إلى حضراتكم ممثلين عن حزب الحرية والعدالة الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين ليكون المعبر السياسي عن هذه الجماعة وفكرتها في نهضة الأمة وفي النهوض بها وتحقيق الخير لها. وقبل أن أتحدث أيضا أود أن أهنئ حضراتكم بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان. هذا الشهر الذي هو من أفضل الشهور، وهذه الأفضلية جاءته من أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه كلامه، وأنزل فيه كتابه، وأنزل فيه هدايته للناس، فاستحق هذا الشهر هذه المكانة. وهذه المكانة يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أن الأمة لو علمت ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. والحقيقة حينما أفكر في هذا المعنى، أين هذه الخيرية؟ ولماذا تستحق من المسلمين أن يبحثوا عنها وأن يفرحوا بقدوم هذا الشهر؟ فكرت في هذا الأمر، وإذا بي أنطلق لصلاة العشاء والقيام، فإذا وأنا أسير في الطريق أرى أناسا وأرى شبابا ينطلقون في هذا الوقت إلى المساجد بسرعة، ويتحركون ويجرون نحو المساجد، وكلهم فرح وسرور. أنظر إلى وجوههم فار الابتسامة